الوصفة دي عجبتني فقلت اجربها. لقيت المكون الاساسي فيها هو الفلفل الاحمر الرومي، لو مفيش هاتي فلفل احمر عادي. هو المفروض في الوصفة دي بنستخدم فلفلاية واحدة، بس انا عملت فلفلتين عشان هعمل كميتين. بس انا هنا المقادير اللي هديها لكم هي كمية مقدار واحد. طبعا خدت الفلفل وزي ما انتوا شايفين في الكبة فرمته ناعم جدا قوي. بعد كده خدت الكمية اللي انا عايزاها وصفتها، لان انا مش هحتاج كل المية اللي موجودة في الفلفل. نزلت اهو زي ما انتوا شايفين شكلها مفرومة. كل ما تقدري تفرميها اكتر كل ما تديكي نتيجة احسن. بعد ما فرمتها وخدت المية على جنب هستخدمها بس مش كلها، جبت نص كيلو مفروم وحطيت عليه الفلفل اللي انا صفيته. بعد كده هجيب معلقة كبيرة توم مفروم ومعلقتين ليا كبار، يعني حتة ليا كده حلوة عشان بتدي طعم حلو قوي قوي. بعد كده هبتدي للنص كيلو مفروم هياخد معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة نشا، نص معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، بهارات سجق معلقة كبيرة، وبهارات كفتة معلقة كبيرة، وكمان معلقة جنزبيل. كل ده بيدي طعم وريحة حلوة قوي قوي. طبعا اوعوا تنسوا معلقة كبيرة بابريكا عشان برضو هي الاساس في الموضوع. هبتدي انعمها. معلش انا الكبة عندي باظت فاضطريت يعني ابدل من كبة لكبة وفرمتها. نقدر نعمل احنا كده عملنا السجق بقى. كل التوابل دي بتدي طعم حلو قوي. يا اما نجيب كيس كده حلواني ندهنه زيت من بره عشان لما تحطي الخليط وتنزليه يبقى سهل عندك جدا. طبعا بقلبه وارجعه احطه في بوله كبيره وابتدي احط المقدار اللي انا عايزاه. ما عندكيش الكيس مش متوفر هنعمل بطريقتين تانيين. المهم هنحاول نسهل الموضوع بحيث يبقى سهل علينا التعامل معاه. زي ما انتم شايفين الكيس انا حطيته وقطعته لجزء صغير. الفتحه اللي انت بتحدديها على حسب سمك السجق اللي انت عايزاه. انا حبيت اعمله رفيع بس هو يعني صعب شويه بيضايق، كبري الحجم. وابتديت اوريكم اهو ينزل ازاي بالراحه. بس هو الكيس الطبق اللي انا حاطاه بيتزحلق فمش عايز يبقى ثابت. واحده واحده اهو حطيت السجق ده. انت لو عايزاه كده عشان تفرزيه، بس طبعا الطبق بيكون تحتيه مدهون عشان لما تيجي تفرزيه وتطلعيه وتحطيه في اكياس يبقى سهل عليكي جدا. ادي الطريقه لو انا عملته. طب انا عايزاه اعمله مثلا كور صغيره، عايزاه كور صغيره قوي نص المعلقه، لكن انا هامله المعلقه بحالها وهعمل كور. الكور دي بتبقى سهله قوي ان انت تحمريها وتعمليها في البيتزا، بيبقى سهله معاكي جاهزه. طب انت عايزه مثلا تعمليها زي نفس شكل السجق بالحجم الطويل بتاعه، بعملها بايدي كده، باخد مقدار صغير واعملها صوابع زي ما انتوا شايفين كده اهو، دي صوابع. طب انا عايزه مثلا طريقه يعني زي ما بيقولوا الكتاب قدها بالملي، بجيب كيس بلاستيك وهاخد المقدار الصغير اللي انا عايزاه واحطه وهقفل عليه الكيس وبظهر المعلقه او خله طويله بتاعت الشيش طاووق، واشد الطرف الفوقاني زي ما انتوا شايفين في الفيديو لغايه ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه. كده عندك الاشكال اللي انت عايزاها، عشان لو ده للساندوتشات اهو الحجم موجود، الصغيره للبيتزا، اي شكل عندك. المهم زي ما هو انتوا شايفين دي كل المقدار. النص كيلو طبعا نظيف صافي حاجتك. طبعا انا حمرته بسرعه عشان ادوق الطعم، لا بجد لقيت الوصفه حلوه قوي وقريبه جدا او نسبه كبيره جدا من بتاعه الجزار. يا ريت الوصفه تعجبكم. سلام.